هاي، ما اشتقتولي؟ انا اشتقت لحالي. اليوم عنا ملك الوصفات اليالنجي بس بالطريقة الشامية، يعني إذا ما أكلت 100 حبة منه بتكون مفهمة شو يعني يالنجي. أول شي بنجيب ورق العنب، يعني يبرق بالشام، وبنسلقه بمي مغلية لحتى يتغير لونه، مو يصير ملوخية بس لحتى يطرى شوي هون. وهلا أهم فقرة الحشوة. بطنجرة حطوا لي زيت زيتون ومو تتبخرنوا، حطوا منيحة. وبننزل فوقهم بصل وثوم مفرومين وبنشوحهم. وبننزل عليهم كيلو رز منقوع ومصول، واللي ما بيعرف شو يعني مصول يعني مغسول كتير بالشامي. ملح وفلفل اسود وبهار. وبعدين بننزل ببندوره مبشوره ولا مبروشه، ليمون ودبس رمان، ومعلقه صغيره نعناع يابس، واذا فريش بتكون VIP. والقنبله المتفجره معلقه صغيره بن، ايه والله بن يعني قهوه. واخر شي بقدونس منقوع ومفروم ومغسول بتحطوه، وطبعا انا ما دخلني بشي، ماما عملت كل هذا. نستنى الحشوه لتبرد وبنبلش منلف. حطوا حشوه منيحه مو تتبخلنوا، وبلشوا لفوا وخليكم عم تضغطوا عليها وتشدوها منيح مشان ما تفرط معنا. امان شوفوا لي هالفن، يعني حتى لو مو راكزه كثير بس يلا ما عليك. اذا لفيته منيح بتطلع بتجنن، اذا ما لفيته منيح بتطلع شوربه يالنجي بالطنجره. حتلاحظوا اني مكمل ثاني يوم، ليه؟ لانه انا كسلان، بلف اليوم بطبخ بكره. يعني صفيت اليالنجي هيك امبارح واليوم رح اطبخه، بس انتوا شدوا حالكم خلصوها بنفس النهار، مو تتفلسفوا مثلي ها. وبعد ما صفيناهم هيك صفي راكزه بتجيبوا لي زيت زيتون، دبس رمان، ملح، وجيبوا لي المي المغليه وحطوهم فوق كل هدول. ولا جيبوا لي صينيه وحطوها بقلبها مشان تحصرون، مشان ما يحوصوا ولا يلوصوا. تقلوا لي اياها بطنجره فيها مي او اي شيء عندكم اياه. وهلا بنترك الطنجره على النار هاديه، يعني على هدا، مو تمشي بهدا تستوي بهدا، وبس تستوي يا بتاكل يا بتاكل، ما في خيار ثاني يعني. وبنقول بسم الله. الله الله، شوفوا لي على هالفن. امان اذا حدا بيقدر يساوي احسن مني يجي يتحداني. وجماعه اللي بياكلوها بالشوكه حاج فزلكه وكلوها بالايد. هلا هي من غير دواء بتجنن، بس بنقول بسم الله. لا تقولوا لي هلا ابعت لنا كم وحده، لانه دوبهم يكفوني بصراحه. بحبكم كثير كثير، اشوفكم بالفيديو الجاي، باي باي.